كان بيتم تأهيله ان هو يقف، ويمكن اعتقد المران شغال دلوقتي. لسه ما خدوش قرار، لكن احنا بنجتهد. هم بيتمرنوا دلوقتي. اعتقد ان الشريف اكرامي اللي هيقف، لان وعنده انذار، لكن اعتقد ان هو اللي هيقف. اعتقد اللي هو اللي هيقف، لان برضه عارف ممكن ما تقدرش تدي لحارس انت محتاجه، فمش عايز تخسره. فممكن يبقى ماتش، عارف برضه اسمه ماتش زمالك، اسمه ماتش قمه، فبالتالي ممكن يكون ابو السعود مش جاهز بالشكل المطلوب، او حتى لو جاهز ما تقدرش تحطه اهلي وزمالك كبداري حتى لو ماتش تحصيل حاصل. فبالتالي الماتش مش سهل على ابو السعود. فانا اعتقد ان وجهه النظر الجهاز الفني انها هتخلي شريف اكرامي هو اللي يعني ممكن يبقى بادئ، واعتقد ان هم هيفكروا بهذا التفكير. لكن لو اتكلمنا التجربه اللي فاتت، لان بقى عايز اقول لك معلومه، يمكن كنت انا مع شريف واحنا راجعين من مازيمبي، فشريف كان مبلغني ان هو مش هيقف ماتش الزمالك لان عنده انذار واحنا راجعين من مازيمبي. ولكن انا بقول لك ان ربما تكون رؤيه الجهاز الفني ان ابو السعود حارس كويس، فبالتالي ممكن توقفه في ماتش زي مباراه الزمالك، يعني ما يوفقش او يحصل حاجه، فتبقى انت يعني بدل ما بتساعده تبقى انت بتضره. فاعتقد ان ربما يميل، بس هي برضو ليها احتمال